عليكم إخواني الكرام المتابعين الأوفياء داخل أرض الوطن وخارجه. أحييكم وأجدد بكم اللقاء في حلقة جديدة من حلقات قضايا الجنائية. قضية ديال اليوم قضية ديال إضرام النار العمدي. دي واحد النهار لقاش كما باش يعرف المشاهد الكريم بأن في الصيف كاينه مناطق اللي كتكون حاره ومناطق اللي فيها الغابات كتكون معرضه للحرائق. تكون العافيه كتشد العافيه في الغابه تشد فسميتو، يعني فاش يكون الصيف والبلاصه اللي كتكون فيها الحراره مفرطه يعني كتكون معرضه للحرائق. الحرائق فيها انواع. كاين حريق اللي كيكون بفعل فاعل تيكون جرمي، وكاين الحريق اللي كيكون لا ارادي، بنادم رمى ما ناويش، ما عندوش النيه الاجراميه، رمى شي كارو ولا رمى شي حاجه وشعلات العافيه بلا ما تكون نيته باش يشعلها. وكاين بعض المرات اللي كتكون السبب في النشوب ديال داك الحريق تيكون غير الحراره، تتكون دجاجه ولا سخونه، تيكون التبن ولا تيكون شي حاجه تتشد العافيه مع تكون الحراره مفرطه كتشد بالزربه، تيكون يعني ما داخلش فيها الانسان عوامل اللي كتكون خارجيه وما كايناش ما كيكونش فيها فعل جرمي. والبلايص اللي كيكون فيهم الغابات كتكون معرضه للحرائق في الصيف. وكانت واحد المره تشعرنا بان كاين واحد العافيه شدات في واحد الغابه في منطقه النفوذ في واحد الجبل كان تابع لينا. مشينا مجرد ما تلقينا الخبر علمنا السلطات المحليه، علمنا الوقايه المدنيه، علمنا النيابه العامه والرؤساء ديالنا من طبيعه الحال، وانتقلنا لعين المكان. تجندت جميع العناصر حقاش بحال هاد الكوارث يعني انسان تيدير ما تيبقاش عندك، حقاش باش يعرف المشاهد الكريم الجدرميه راه ما عندهمش غير الزجر راه عندهم الاغاثه، عندهم الحمايه، عندهم يعني المهام ديالهم ماشي غير الزجر. بحال هاد المسائل هادي، هاد الكارثه هادي يعني تيكون المهام ديالك الاولي هو الاغاثه تغيث الناس وتوقف معاهم، تطفي العافيه، تجارى، دير عاد تتولي ملي العافيه تطفى وتزكاع عاد كتولي كدير بحث باش تشوف ديك العافيه شكون السبب ديالها. المهم ملي تعلمنا مشينا لقينا الغابه شاده في واحد العافيه شاده في واحد الطرف ديال الغابه. ملي ولقينا الناس ديال الدور، وغير باش توصل كاين جبل ما كايناش الطريق باش تمشي بسميتو بالجيب ولا ما كاينش. هبطنا وطلعنا للجبل تقريبا ما يزيد من كيلومتر وحنا طالعين في الجبل. غير باش توصل لتمايا خصك ماهيه وما لونها. ولقينا الناس ديال الدوار راهم تيطفيو. الوقايه المدنيه دارت داكشي اللي خصو يدار. الحريق تطفى يعني تما درنا المعاينات ديالنا، درنا التصاور ديالنا داكشي اللي تحرق، عبرنا شحال ديال المساحه ديال اللي تحرقات اللي شعلت فيها العافيه ديال اللي مشات من الغابه، شحال المساحه شحال هادي. دخلنا المعاينات ديالنا المسائل ديالنا. ملي سالنا المعاينات كنوصلوا للبحث باش نعرفوا هذيك العافيه واش بنادم هو اللي كان شعلها وباغي يشعلها عنده نيه اجراميه، ولا شعلات هكاك راسها، ولا شي واحد ما كانش ناوي ما عندوش نيه. يعني خصنا نعرفوا واش فعل جرمي ولا فعل لا ارادي، واش كاينه النيه الاجراميه ولا ما كايناش. هنا في هذه المسائل هذه هذاك الشيء ديال الدوله، الغابه ديال الدوله، استمعنا المسؤول ديال المياه والغابات، عطانا الخسائر اللي كاينه وشحال ديال الشجر تحرق وشحال سميتو. ومن بعد فتحنا بحث ديالنا بين اوساط ديال داك الدوار.
تنستمعوا للناس واش عندهم شي حاجه شي افاده. كون شافوا شي واحد كون شي واحد اللي يشعل العافيه درنا البحث ديالنا كلشي تيقول لك اودي ما شفنا ما حتى حاجه، راه داك الشيء غاب الحراره باش شعلات ولا شي واحد رمى شي حاجه بلا ما يكون ناوي وشعلات العافيه. هادشي اللي قسم الله. درنا البحث ديالنا بقى البحث منحاصر في داك الشيء. مشات دازت الامور من موراها. العام الاخر ماشي نفس السنه، العام الاخر عاوتاني شعلات العافيه قريب لديك البلاصه. ملي شعلات المره الثانيه في نفس البلاصه تقريبا بعيده عليها شي شويه تابعه لذاك الدوار النيت، يعني كتبدا الشكوك. ماشي واحد اللي كيشعل العافيه، لحقاش العام الفايت في الصيف شعلات هنا، دابا عاوتاني شعلات غا حدا ديك البلاصه فين شعلات العام الفايت. يعني كتبدا الشكوك تراودك، كتقول ربما راه فعل فاعل، راه شي واحد اللي دار هادشي. المهم درنا كالعاده معاينات ديالنا، دخلوا الوقايه المدنيه والناس ديال الدوار، طفات العافيه. درنا استمعنا عاوتاني كالعاده الممثل ديال المياه والغابات باش يعطينا القيمه ديال الخسائر، شحال المساحه ديال الارض اللي شدت فيها العافيه. يعني درنا المسائل ديالنا، درنا الصور الفوتوغرافيه ديالنا، وصلنا للبحث. البحث كان قلنا المقدم باش يجيو الناس ديال الدوار نبداو نستمعوا لهم، حقاش بحال هاد المسائل ما عندكش شي طريق. يعني الناس ديال الجوار كتسمع لدوك الناس اللي قراب لديك البلاصه فين وقعات ديك الحريقه. بدينا كنسمعوا للناس، اجي انت سير انت، اجي انت سير انت، اجي انت سير انت، سمع انت فين كنتي، فين هادي فين هادي فين هادي فين هادي. توصلنا لواحد تقريبا ما يزيد من 20 تصريح اللي كان فيها. واحد ملي جا توصل باستدعاء حتى هو قال لي نقدم سير عند الجدارميه بغاوك باش يستمعوا لك. ملي جا نستمع ليه، لحقاش كانت وقعات الحريقه بحال قلتي اليوم، الغد ليه هو جا لعندي. ملي جا لعندي لاحظت واحد الحاجه، بان الزغب ديالو ديال الحجبان ديالو بحال محروق ما بقاش. المهم شكيت فيه، كنت قلتها للنائب قائد المركز، قال جا عنده وقال لي هذا كمل الحجبان ديالك، قال لي لا غالبوطه ما البوطه غير جبد لنا العافيه، عرفنا راه تحت من راسو شي حاجه. كيفاش البوطه تحرق لك حجبانك كي درتي؟ قال كنت حاني باغي نشعل هادشي اللي وقع. قال ليه نائب قائد المركز قال لي هز يدك. هز، كان لابس واحد قميجه، حل الصدفه حلينا. ملي هزنا على يديه الدرع الاول ما فيه والو، الدرع الثاني لقينا اثار ديال العافيه تحرق، كانت تحرق من الجنب ديال اليد ديالو اليمنيه. منين جات كادي حتى هي البوطه، قال لك اودي انا هادشي اللي قسم الله، هو مسكين في الغابه وفي الجبل ما عارفش العواقب ديال داكشي اللي كيدير. قال لك هادشي اللي قسم الله، وعلاش شعلتي العافيه؟ قال لك اودي راه حتى العافيه ديال العام الفايت راه حنا كنتفقوا بعضياتنا، الناس ديال الدوار كل واحد كيدي طرف من الغابه ديال الدوله، وباش يديو الاراضي يستغلوها ويحرثوها كيشعلوا العافيه في الغابه، كيعلموا المخزن تيبداو يطفيو. كتجي واحد كتمشي واحد المساحه كبيره كتمشي بالعافيه ما تيبقاش فيها الشجر، كيوليو كيحرثوها هما وكيزرعوها وكيستغلوها وكيدخلها لديالو الارض ديالو، تيولي مع ديال الدوله ما بقاتش فيها الغابه، وتيبداو يستغلوا البلاد ديال الغابه بعد ما كيحرقوا سميتو ديال العام الفايت. راه فلان هو اللي كان شعل فيها العافيه وراه حتى هو راه دخلها لبلادو. عاد حينا هذيك العافيه ديال ديك العام الفات اللي كانت قديمه. المهم
استمعنا للسيد، بقى طالع للجبل هذاك الثاني قال لك انا هذيك ما شعلتها ما حتى حاجه، ياك درتو لونكيت ديالكم. قلنا ليه هو السيد اللي كيقول. ملي مشينا لعين المكان باش نتيقنوا من هضرته، فعلا لقينا بان هذيك الارض اللي كانت البلاصه اللي شعلت فيها العافيه وكان فيها الشجر وتحرق الشجر، بان داك السيد راه استغلها وحرتها. يعني هذاك الشيء اللي قال لنا داك السيد، درنا معاينه ديالنا ودرنا صور فوتوغرافيه بان هذاك السيد راه هذيك البلاصه اللي تحرقات هو راه بدا كيستغلها. وهذاك راه اعترف بان راه حرق وشعل العافيه في الغابه على اساس باش يزيد ذاك الطريف ديال سميتو ديال الغابه، يزيدوا الارض ديالو باش يكبر بلادو، باش يولي يهز محصول كبير، ولكن ما شافش العواقب. في التالي هذاك الاخر حتى هو بقى طالع الجبل. في الاخر بعد التعميق ديال البحث اعترف يعني هما جوج قضايا ديال اضرام النار العمدي هما تفكوا بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى وبالمجهودات ديالنا، وكنا درنا لهم مساطر ديالهم وقدمناهم للمحكمه. ملي تقدموا للمحكمه بعد الاستنطاق ديال جناب الوكيل العام حالهم على قضيه التحقيق. مجرد ما بشر معهم التحقيق ارتأى باش يديرهم في السجن، وراج الملف ديالهم فسميتو امام المحاكم، وكانوا تضربوا ب 12 سنه لواحد فيهم. باش يعرف الانسان اضرام النار شي حاجه اللي قاصحه، شي حاجه اللي تاكل فيها العصا، شي حاجه اللي حبس ديالها ثقيل. يعني الانسان يعرف اش كيدير. انت خممتي في البلاد باش تكبر بلادك وكتحرق الغابه، هاد الناس هادو هما فين صدقوا في 12 عام ديال الحبس. تجي فاش تحكموا ب 12 عام تسولوا يقول لك حتى ديك البلاد ديالي نسمح فيها، غير يديها المقدمه عندي ما ندير بها. ندموا، ولكن حيث لا ينفع الندم. لحقاش الانسان كيدير واحد لاكت، واحد الفعل كيديرو بنادم وما كيقراش العواقب ديالو. كما كيقولوا بالعاميه ديالنا كيشوف الربيع ولكن ما كيشوفش الحافه. انت حرقتي كتقول راه المخزن غادي ندوخوه وما كاين باس، وغادي تسجل ديك الشكايه، هذيك القضيه تسجل ضد مجهول ما كاين حتى واحد، والقضيه الثانيه ضد مجهول وحنا غنستافدوا من البلاد وغتبقى هكاك. ما عارفينش بان راه واحد النهار راه غيتفضح الامر ديالهم، وراه داك الشيء الا بقى كيتعاود راه واحد النهار غادي يعيقوا المخزن، غادي يعيق الجدرمي غيعيقوا. لحقاش شعلات العافيه هنا وتشعل هنا وتشعل هنا وتشعل هنا، سي با بوسيبل. يعني كاينه شي حاجه، كاين فعل فاعل، يعني كاين الانسان داخل البشر داخل تما كيدير ديك المسائل، يعني كاينه نيه اجراميه. ومشاو كما قلت لكم 12 سنه هباء منثورا على وسخ ديال البنيه على البلاد، باش نكبر البلاد وباش ندير. هو صدق مشى، ما غيدي بلاد، ما غيدي حتى حاجه، ودا 12 سنه. كنتمنى من هذه القضيه هذه ياخذ منها انسان موعظه، ونتمنى الرسائل ديالي توصل باش اي واحد باغي يدير اي حاجه مخالفه للقانون يخمم ألف تخميمه قبل ما يديرها. لحقاش شوف العواقب، تشوفش غا عند رجلك، شوف الى تفتضح الامر ديالك فين غادي توصل. هذا هو اللي كان في هذه القضيه. وكما قلت نتمنى باش الرسائل ديالي توصل وتكون اذان صاغيه وتكون الافاده. وفي الختام كنشكركم على الاهتمام ديالكم وعلى المتابعه ديالكم، والى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.